مغربية تعرف. هذا البيت تاعك، سمعتي؟ لا 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 ما كاين ما كاين. هذا البيت تاعك، عندك الصال دو بان اختي. ما تبكيش ما تبكيش. انت ربي جابك عندنا، عندك كدوش عندك كلش، ما تبكيش. اوكي صاير نخليك غنمشي نعطيهم الخضره ونجيب لك تاكلي ونجيب لك الماء وتسعي وتطرحي وكوني لا 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 ما تحبيش وليدي انا قد امك. لا راك صاير راك في دارك تهناي وحنا غنفوتي شهر شهرين هنا ما كاين اللي يهضرش معاك. اوكي الله يلي في روحك غنجيب لك تغداي صافي. انت ولا انت اللي غادي يطلع لك هذا الفيديو هذا وغادي تشوفه، خاصك تعرف ان اللي ما فيه خير في والديه عمرو غادي يشوف الخير في حياته، ولا عمرو غادي يشوف النهار الابيض في حياته. هاد المرأة المغربية مشات كتزور ولادها في شمال فرنسا، وتبارك الله مع وليداتها فيهم الخير، شدوها ولاحوها الزنقة ولاحوا حوايجها الزنقة، مشات مسكينة باتت في واحد الجردة. احتاج هذا الرجل الطيب، هذا الرجل الجزائري جزاه الله خير، باش تعرف ان كاينين ولاد الناس وكاينين الحباب والمسلمين ديال بصح. وهنا كنشوفوا بانه ما كاينش فرق ما بين جزائري ومغربي. وشدها وداها للدار وتهلا فيها ووكلها وشربها ومشات لعند ولادها وجاب لها الاغراض ديالها وحوايجها وقطع لها البي وصيفطها للمغرب. هنا الاخوان ان كنستنتجوا ان اي واحد كيعامل والديه بالطريقه هذه، خصك تعرف حاجه وحده، والله لا ربحتي في حياتك، والله لا شفتي النهار الابيض في حياتك، لا في ولادك لا في مرتك لا في عائلتك، حيت الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. وتحيه كبيره لهذا الرجل الطيب جزائري الاصل اللي بين واحد الحاجه انه ما كاينش فرق ما بين جزائري ومغربي، حنا كنا كاملين خوت في الاسلام، وهكا خاصنا نكونوا، ما خصوش يكون داك الحقد. فهمتي؟ مرة كبيره صاحبي تجي تزورك وترميها للزنقه، خاصك تعرف راه انت خاصك تمشي تنتحر اصاحبي، دير الحل لراسك، ما بقى عندك حتى شي فائده في الدنيا هذه. حياتك غدوز عذاب، غتخسر في اي حاجه غتدخل عليها، زواج ولادك غيطلعوا مسخين، كون متاكد. علاش؟ حيت نسيتي الخير ديال الام اللي ولداتك وتمحنات عليك ومسحات لك بولك ومسحات لك خراك، وجيتي في لحظه وضربتي كل شيء في الزيرو. واللي كيتهلا في والديه كيربح، وكيربح بزاف في الدنيا. وتحيه لولاد الناس واللي عنده والديه الله يخليهم ليه والله يسمح لنا من الوالدين. السلام عليكم.